لايك سبسكرايب. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع كرويات كروي. معكم امجد. هنتكلم عن اخبار الكرة، اهلي والزمالك ومنتخب مصر بالشكل السريع ان شاء الله. طيب يا ريت نعمل لايك سبسكرايب للقناة كرويات كروي على فيسبوك، على تيك توك، على اليوتيوب. طيب شرطين جوميز التجديد ان هو اوفي ايجاري الصفقة تكتمل، هو فاضل خطوة واحدة واللاعب تنتهي ويصل الى مصر. والزمالك ارسل لتاني مرة استفسار اتحاد الكورة، بحيث يعني بيسأل الزمالك هل يتم قيده ولا لا. احنا قلنا قبل كده ان هيكون قيده في يناير، فاتحاد الكورة قال لا القيد في يناير، بس اتحاد الكورة غير ملم او مش متأكد من المعلومة، فتم ارسال استفسار للفيفا والزمالك ينتظر الرد اذا كان يقيده حاليا او في يناير. وحتى لو تم قيده حاليا مع فترة عشان يتم تجهيزه بدنيا وفنيا ومعنويا. اللاعب الشرط الثاني ان هو طبعا الصفقات تكون بايد او بعلم جوزيه، بالاضافه لبقاء جهاز المعاون معاه بدون المساس به. محمد السيد تعلق مع المنتخب الشباب، ما شاء الله لعيب هايل وامكانياته هايله، والناس كتير شافته قبل كده وعارفين امكانياته. وجوميز قال ان اللعيب ده هيكون من افضل لعيب خط وسط في مصر، بس ايه المطلوب ان الجمهور ما ينفخوش خالص عشان اللاعب ما يتغرش، دي حياة. هيتاني يشتغل على نفسه بدنيا وفنيا، عايز عنصر قوة بدنية، هو بيلتحم وكده بس عايز عنصر قوة بدنية، وعايز كمان شغل فني تاني معاه بحيث ينتج اكتر تحركات ملعب وحاجات زي كده. ده شغل مدربين طبعا وناس محللي الاداء. عبد الله السعيد يوافق على التجديد والزمالك طبعا يرحب بيه. وعبد الله السعيد اتسأل ليه بيلعب في مركز 6، جوميز قال ان هو بيجي من الخلف، لان هو ما ينفعش اخليه انا قدام، لان هو مش هينفع يعمل سرعات كتيرة وسبرنت، وفي نفس الوقت يبقى فيه التحامات مع المدافعين اكتر في ناحية لما بيطلع قدام يعني، وانطلاقات بتاعته هتبقى صعبة. فطبعا ناصر ماهر اميز منه، وطبعا هو سنه اقل فهيكون في المكان ده افضل. فدي حتة لمحة فنية من جوميز تبين لك ان الراجل ده مدرب عنديه خطة وعنديه فكر، يعني مدرب محترم جوزيه جوميز. موقف محمد شريف، اللاعب اتعرض على الزمالك. محمد شريف مخلي الاهلي اولويه، مش عايز يخسر جمهور اهلي وده حقه طبعا، لكن هو لاعب كويس على فكره. محمد شريف لاعب كويس، ممكن الكره ما مشيتش معاه لكن هو عنده الامكانيات، عنده التحرك من غير كره بذكاء، عندي خفه، عندي بياخد الكره وعندي مهارات. فلا وشاب صغير لسه مش كبير وخفيف في الملعب، فلو راح اي فريق هينجح. ولعيب على فكره لعيب ملتزم واخلاق على خلق، ولعيب كمان امكانياته مميزه. فهو مخلي الاهلي اولويه، والاهلي على فكره عاوزه لسببين: ان اللاعب عارفين قدراته الفنيه، السبب الثاني انه مش عايز يروح الزمالك، ولو الزمالك مكانه مش عايز يوديه الاهلي. ده وضع طبيعي في منافسه بين قطبي الكره المصريه. ده بالنسبه لمحمد شريف، هيبان الفتره اللي جايه، وممكن فجاه تلاقيه رجع السعوديه. جلسه جديده بين زيزو والكابتن حسين لبيب بس احمد سليمان مختصين بالتجديد لزيزو. كل الحلول المقترحات واردة، كل الأمور واردة مع زيزو. وارد أنه لن يتم التجديد، وارد يتم التجديد ويتم عرضه. هل الجمهور يضغط وتفشل أنه هو يتم عرضه؟ لا، يجدد ويبقى في الزمالك. وارد أن الزمالك ما يقدرش يجدد له، وارد التجديد والبقاء. لكن الدنيا صعبة وفي غموض على موقف زيزو، والاخبار اللي متداوله من داخل نادي الزمالك متضاربه. احنا بنقول الصراحه، مش هقول لك انا لا. مره يقولوا زيزو طلب 100 مليون في السنه، ومره وناس تقول لك لا زيزو طلب 80 مليون، وناس تقول لك طلب 60 والزمالك عرض 40، وناس تقول لك الزمالك عرض 60. المهم الصوره مش واضحه، هتوضح اكتر في الاجتماع في جلسة قادمة بعد عودته من ماتش الليبي نصر الليبي. الجلسة هتكون في أوائل الأسبوع القادم، يوم الثلاثاء أو الأربع، ويعني ماكسيموم تكون يوم الخميس بالنسبة زيزو مع الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين لبيب. نيجي الأخبار نادي الأهلي. كولر يصدم نجم الفريق علي معلول، ويطالب لجنة التخطيط برحيل زيزو وانهاء التعاقد معه، رحيل عفوا علي معلول وانهاء التعاقد معه. زي ما قلنا الأهلي أصلا عندي لاعب تاني محترف وأجنبي في نفس المكان،
فمش هيبقى 2 لعيبه في مركز واحد. فمعلول وتتجه النية لإجراء حفلة تكريمية ليه، إن الأهلي بيقولوا إنه بيجهز حفلة كده لتكريم علي معلول على الأداء والعطاء اللي اداه النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي كلها. علي معلول. وبمناسبة نفس الكلام يحيى عطية الله، الأهلي خلاص نوى إن هو اللاعب بدأ يثبت وجوده، نوى يشترط العقد، هو طبعا إعارة 1.5 مليون، يعني في حدود 77 مليون جنيه ويصبح يحيى عطية الله ملك للنادي الأهلي. يحيى عطية الله خلاص الأهلي هيفعل بند اللي هو الشراء. قرار ناري بالنسبة لأشرف داري. حلو، قرار ناري بالنسبة لأشرف داري على وزن بعض، هي جت صدفة يعني. طيب الأهلي طبعا اللاعب عنده إصابة يقال إنها مزمنة، هو طلب الجمعية المغربية أن تساهم في مصروفات ونفقات العلاج. الجمعية رفضت وقالت انتوا اللاعب كان في المنتخب، واللاعب نفسه والنادي الأهلي هم الاثنين مع بعض صمموا يكملوا علاجهم في مصر، ما رضوش يكملوا علاجهم مع المنتخب في المغرب، فرفضوا المساعدة في علاج اللاعب. الأهلي عندي اقتراحات، نوع الاقتراحات ان هو اللاعب يسافر لخارج لألمانيا أو النمسا اللي يشوف الإصابة اللي بتتكرر أكثر من 5 مرات، إصابة مزمنة. وفي نفس الوقت في اقتراح تاني إن اللاعب يتم إعارته لغاية ما يشوف الأهلي هيعمل إيه معاه عشان المقابل المادي الكبير اللي دفعه النادي الأهلي ده بالنسبة لأشرف داري. احتمال في أقاويل بتقول يتم إعارته النادي سيراميكا أو زد، يعني لسه مش يعني لسه في مقترحات كتيرة يعني. لكن هو طبعا أزمة في النادي الأهلي. حزن اللاعب الجديد انضم للأهلي يوسف أيمن، اللاعب اللي كان في الدحيل القطري المساك. الدنيا مش ماشيه معاه، يمكن في ماتش لعب قدام الزمالك كان كويس، لكن الدنيا مش ماشيه معاه، وكولر ما عندوش قناعه من ساعه ما جاء، وهو ما عندوش قناعه بيه، ما كانش عاوزه اصلا، وبدا يقول انا مش عاوزه، وبدا البحث على مدافع جديد في يناير. ففرصه بقاء ايمن اشرف ضعيفه جدا، الا لو الاهلي ما جابش حد، ممكن وارد ما يقدرش يجيب حد. شفت المفاوضات مع بن رمضان ما تمتش، وحياة الله خدت فتره طويله، وزين الدين بالعيد ما تمتش، فما تقدرش تقول ان الصفقه هتتم سواء للاهلي او للزمالك، يعني الدنيا بتبقى صعبه يعني. حلول كهرباء للغرامه. كهرباء مستني عرض من الخليج، طبعا الزمالك مش هيستنى اكتر، هو قدم شكوى، في تواصل من الناس والسطاء بين كهرباء ومسؤولي الزمالك، لكن المسؤولين مصممين في الزمالك على المبلغ المتبقي 6 مليون ونص، والأهلي بيفكر يعمل إعارة الكهرباء وفي أندية الخليج بحيث يكمل المبلغ بتاعه ويحل الأزمة اللي هو فيها يعني، وممكن يعمل له عقد إعلاني. بس هل الزمالك هيستنى ده كله؟ مش عارفين هيحصل إيه، إلا لو تم اتفاق مثلا ان يدينه فرصه مثلا وقت معين او شيك مقبول الدفع، يعني ما اعرفش هتبقى ده تتعمل ازاي، يعني هنشوف الفتره اللي جايه. طاهر محمد طاهر من كان خلاص ماشي، وكولر كان هيمشيه، وكمان كان قال خلاص انا مش عاوزه، وفي انديه كانت هتاخده. فجاه بدأ يديله الثقة، لاعب اتألق وبيجي يجيب أهداف. خلاص كده طاهر محمد طاهر سبحان الله من الرحيل إلى التجديد لمدة 3 سنوات بمقابل 40 مليون جنيه في مدة 3 سنوات. طاهر محمد طاهر. صدمة محمد علي بن رمضان. أعلن محمد علي بن رمضان أنه أغلق الباب أمام مفاوضات الأهلي، ولا توجد أي نية لديه للرجوع المفاوضات أو التفكير في الانضمام للنادي الأهلي، وأغلق الباب تماما على انتقال النادي الأهلي. محمد علي بن رمضان كده الباب أغلق من ناحيته، إلا طبعا حتى هذه اللحظة، إلا لو ممكن فجأة يجي جديد اللاعب يغير رأيه، النادي بتاعه يحصل أي تغيرات، يجي لاعب مكانه، يعني ما تعرفش الدنيا. لكن حتى هذه اللحظة اللاعب قال أنا الأهلي خارج حساباتي حاليا. آخر حاجة عندنا اللاعب زلاكا، تفتكروه اللي كان في بيراميدز ومعار إلى سيراميكا في صفقة صديق إيجولا. الأهلي دخل مفاوضات جادة معاه، وهو اللاعب إمكانياته هايلة، أكتر من النادي نفسه ينضم ليه، لاعب متميز ومهاري وسريع ومكسب لأي فريق بصراحة. لكن بعد ما الأهلي دخل مفاوضات وهياخده من سيراميكا قال له إحنا للأسف واخدين اللاعب إعارة وليس بنية الشراء، ليس
بنية الشراء، يعني كده اللاعب هيرجع بيراميدز. طبعا مفاوضات اهلي مع بيراميدز بطريق مباشر، او الزمالك مع بيراميدز، او الزمالك مع الاهلي، وهكذا. مفيش الكلام ده. طبعا بتبقى صعبه ان يتم التفاوض مباشر. وبيراميدز اصلا ما بيبيعش لعيبه، ولو باع بيبيع بمبلغ كبير وبعراقيل كبيره جدا جدا، زي ما شفنا مع عبد الله السعيد. تمت الصفقه في اللحظات الاخيره، وكان في لعيبه تانية عايز الزمالك وما تمتش. فبيراميدز عمليه انه يبيع اللعيبه صعبه جدا. ان هو عندي بادجت كبير، ميزانيه ضخمه طبعا بتساعده ان هو يحتفظ بلاعبيه. طبعا هي الرياضه مال واداره. المال، الماني توك، انت عندك فلوس، عندك امكانيات، هتجيب مدرب، هتعمل منظومه اعلاميه، هتعمل فريق متكامل بجهاز فني، بمحلل اداء، بالطاقم كله، بالسكاوتنج. لكن الفريق اللي هو بيكون امكانياته محدوده بيعاني في كل شيء، حتى مستحقات اللعيبه، كل ده بيأثر على الاداء طبعا. بس فبيراميدز طبعا عنده العناصر دي كلها، لكن بالرغم من كده عشان ما عندوش جمهور فما هواش الفريق اللي هو يعني بياخد بطولات يعني. دي كانت كل اخبارنا. كان معاكم امجد كرويات كرو. نعمل لايك سبسكرايب. تحياتي ليكم والى اللقاء. سعدت بكم. تحياتي. لايك سبسكرايب.